الحقيقه انت تقول لي دكتور ضياء احنا نريد نطور الكره العراقيه، نعم. شلون نطورها؟ الان واحده من الاسئله اللي جتي زميلنا العزيز دكتور منذر من لندن يقول يعني شنو الحل؟ شلون نصنع فريق قوي؟ مقتنع الضيف، مقتنع بالمدرب راضي شنيشل ام غير مقتنع؟ احنا خلينا نجي واحده واحده. احنا ايش وقت نقدر نصنع فريق يجابه اليابان واستراليا وهاي الفرق المتطوره؟ ايش وقت؟ احنا مثلا في اوقات سابقه لعبنا مع استراليا، لعبنا مع اليابان، فزنا، تعادلنا، خسرنا بشق الانفس، وبنفس الوقت خسرنا بنتائج كبيره. دكتور موفق، اليابان بسبب ضربة الرأس الكلة من جعفر عمران ب 93 غيرت مناهجها كلها. أكيد. شالت مناهجها شمرتها. وحددت موعد لأنه 50 سنة ياخذون كأس العالم. كأس العالم، نعم. العالم المناهج التدريبية السنوية تجي مناهج إضافة عليها 20% 30% يشيلوها يشمروها يجيبون هاي الإضافة عليها. يعني احنا الآن عقلنا يتحمل إنه نقول له بعد 10 سنين مثلا، مو 50 سنة، شوف راح ناخذ مثلا كأس العالم؟ لا دكتور، خلينا نكون واقعيين. لا هو واقعيا. احنا اذا نشتغل دكتور، اذا بعد 10 سنين نقول له مثلا راح نحقق هذا الهدف اللي هو الان بعيد المنال، تعتقد انه راح يلاقي قبول هذا الامر؟ لا دكتور، هذا حكي من الخيال، كلام من الخيال. طيب. انا احترم رايك بس هذا كلام من الخيال. دكتور هسه اذا تقول لي دكتور ضياء شو حتسوي؟ اقول لك باكر اني اجمع خبراء، نعم، بالفسلجه وبالاختبارات وبعلم التدريب وبالتكتيك وهاي، حنسوي مناهج تدريب من باكر. بعد 15 سنه يلا نقدر نلعب ويابان، اذا نتعادل وياهم ممكن بعد 15 سنه. تدري ليش دكتور موفق؟ اي نعم. لان العالم دا يشتغلون. نعم. العالم مو بس احنا نريد نشتغل. شوف احنا اذا نريد نخطط، والدليل دول الخليج وين وصلت؟ الاردن وين وصل؟ دكتور موفق، احنا المشكله حاليا ما دا يفرقون بين المنهاج التدريبي وبين بين الخطه وبين التخطيط. نعم. اذا تريد تخطط انت بعد 10 سنين يجب ان التخطيط يسموه تنبؤ زائدا خطه. تمام. تتنبأ بعد 10 سنين مستوى لاعب كره القدم شلون حيصير. تبدي حاليا تخطط هسه على مستقبل 10 سنين، تبدي تخطط تمام. وتطور. احنا اذا ما نسوي قاعده رصينه للفئات العمريه والرياضه المدرسيه بالبدايه، ونغير المناهج التدريبيه ونثقف المدربين الفئات العمريه ونوعيهم، ما نقدر نسوي قاعده. اسالك هنا ليش هذا الامر ظهر بعد 2003 تحديدا؟ انا اقول لك ليش. احنا بالثمانينات كانت كره القدم متطوره اكثر، لان كانت هناك قاعده، كانوا مدربين اكفاء يشتغلون على الفئات العمريه، كانت هناك بطولات هلسنكي والسويد ومالمو وذني. انا كانت رياضه مدرسيه. بالشيء المناهج اللي في السابق الان المفروض تحدثت، تطورت، التكنولوجيا دخلت. دكتور هسه انت سمعت فد يوم انه لاعب كره قدم خط اول ممتاز يتمرن تمارين الاوكومن اللي هي على الكمبيوتر ويضرب كره قدم ويروح على الشاشه يأشر؟ سامع هيجي؟ لا احنا المناهج ماكو، لا هنا ما موجود. زين احنا بعد 2003 يعني مع احتراماتي لكل المهن، احنا يعني نحترم كل المهن، لكنه يجي لك واحد مثل هو يشتغل مهنه الحلاق، احترم مهنه الحلاق وهاي مهنه شريفه. اكيد. هذا مضى يعني ما لعب كره قدم وما يعرف كره القدم، تجيبه اداره النادي حتى اداره النادي تخلي التشكيله اللي هو اللي يريدها وتزور اللاعبين حسب ما يريدون. وهذا من يجي يدرب الفئات العمريه، هذا من يصعد اللاعب ويصعد للخط الاول ويجيك مدرب على الخط الاول، تجيب الهيئه الاداريه مدرب بسيط. نعم. هذا اللاعب من يصعد منتخب وطني شو يقدم بالمنتخب الوطني؟ طيب. يعني